من 6 شهور عملت فيديو بقول للناس ما تتعلموش برمجة. ليه؟ لأن كمان سنتين مش هتحتاجوا البرمجة في أي حاجة، وأي حد عاوز يبرمج حاجة هيروح للاي اي يقول له برمجها لي وهيطلعها له مظبوطة. طبعا أنا كنت حمار. ليه يا معلم؟ لأن بعد 6 شهور ده اتحقق، مش بعد سنتين خالص. أنا في خلال الشهر اللي فات ده بالفري بتاع الكودينج بتاع الاي اي بتاع اللي هو بيبرمج، طلعت حاجات مستحيل واحد ما اتعلمش برمجة يطلعها. زي ايه مثلا؟ عملت جيم دي تقدر تشوفها، عملت لها بوستنج، تقدر تشوف اللعبه من اولها لاخرها، وده بالفرونت والباك اند. مش فرونت اند بس، مش شكل، لا لا لا، فرونت وباك اند، وانا مش مبرمج. يعني ايه؟ يعني دي حاجه كامله تقدر تكسب منها فلوس. طيب عملت ايه تاني؟ عملت اي اي نفسه بيتعلم. يعني ايه؟ يعني انا بقيت بقى عملت اي اي يتعلم لوحده لوكال على الجهاز بتاعي، فهو قاعد بيتعلم طول الوقت. عملته لوحدي؟ اه والله عملته لوحدي. طيب تمام. عملت ايه تاني؟ عملت سيستم للاكاديميات. السيستم ده يحصل فيه ايه؟ ان مدربين الاكاديميات لو تحتيه كذا مدرب ولعيبه والكلام ده كله، عاوز يمانج الناس دي، يشوف الناس دي بتعمل ايه والخطط بتاعتهم وايه اللي بيحصل وفيديوهات، ويديلهم تعليمات والكلام ده كله. عملته كامل من اوله لاخره. ده مثلا خد 3 ساعات، فعليا 3 ساعات بالايه، بالفرونت والباك اند، كل حاجه خلصانه. طب هل عملت حاجات اصعب من كده؟ عملت ايه؟ في حاجه اسمها الفوركس ماركت. الفوركس ده اللي هي تجاره العمله اونلاين. انا اوريدي بعمل بوتس من زمان، بقالي اكتر من سنه، سنه ونص بعمل بوت يقعد يحاول هو اللي يتاجر في الفوركس، ومكونكته بالديمو. يعني ايه الديمو؟ يعني الفلوس اللي موجوده دي مش حقيقيه، بس بيقعد يجرب كذا طريقه. طيب فانا رحت عامل ايه؟ رحت عملت داشبورد. الداشبورد دي بتوريني كل تريدايه بيحصل فيها ايه، لانه بوت فبياخد تريدز كتيره جدا، وبيوريني جرافات، وبيوريني كل اللي انا عاوز اعرفه. وفي نفس الوقت كل 6 7 ساعات بيغير الطريقه، واوريدي لقى حاجات بتكسب 80% و90%. طيب عملت ايه تاني؟ عملت سيستم كامل للاحاديث. بياخد الاحاديث، خد الاحاديث كلها فعلا وقسمها، وقدر يقول لي كام واحد مين كلم مين، وكل واحد من دول اسمه ايه وسنه ايه، وعشان تعرف مصداقيه كل حديث لوحده عشان تقدر تطمن. ده لسه ما خلصش، في حبه بجات بصلح فيها. اوكي، حاجه في الكويريز، وانا مش بروجرامر والله العظيم، ما بروجرامر، وبقيت الموضوع سهل زياده عن اللزوم ان انت تتعلمه من اوله لاخره. اوكي. طيب انا جاي للناس بايه النهارده؟ جاي للناس بحاجه معينه. لو انت يا باشا عندك بزنس وعاوز تفتحه، وعندك كل حاجه في البيزنس ما عدا التكنولوجي. يعني ايه؟ يعني انت مثلا يا باشا عاوز تنافس طلبات مره واحده، فانت ما عندكش مشكله في التسويق والفلوس، وان انت تجيب اسمه ايه ده، الطيارين، وتتعامل معاهم وتجيب ديلز مع المطاعم وكل الكلام ده عندك. يا باشا التكنولوجيا، الابلكيشن بالفرونت اند بالباك اند عندك في خلال 3 4 ايام. ما عندكش حاجه، اسرع حاجه ممكن تكون عندك شغاله 100%، وانا مش هطلب منك فلوس. هقول لك يا باشا هخش معاك بالتكنولوجي. فقيس على كده اي حاجه في دماغك. طب انا عندي بزنس بس في نفس الوقت عاوز حاجه هتدفعني ازاي؟ يا باشا هعملها لك ببلاش. لو استلمتها وخدتها وهتشتغل بيها مفيش مشاكل، ادفع لي شهري لغايه لما تاخد الحاجه تبقى بتاعتك. انا ما عنديش مشكله. فده لاي بزنس. بس لو سمحت وانت جاي تبعت لي، ابعت لي انت مين، بتشتغل ايه الخبره بتاعتك، عاوز تفتح البيزنس ده عملت ايه لغايه دلوقتي، عشان من الاخر انا مش هضيع وقتي مع ناس ما عندهاش ملاءه ماليه وبيفكروا حلو قوي بس مش عارفين ينفذوا. انا جاي انفذ لك التكنولوجيا فقط، ومش هتعب نفسي في اي حاجه تانية. فلازم ابقى ضامن ان انت قادر تشتغل في البيزنس بتاعك، مش مجرد بتحلم. فمضطر ان انا اسالك حاجات كتير غير كده. صباح الفل. اعتبر ان جزء التكنولوجيا عندك مهما كان صعب، اعتبر ان هو خلصان. وانا كده قلت لك مثلا ايه، 5 6% من اللي انا عملته في اخر شهر. اقسم بالله انا عملت كميه سيستمز وابس، وكل ده بالفري، انا لسه ما دفعتش. انا اوريدي هشتري الغالي، بس ده لما يكون عندي شغل محتاج اقدمه للناس. انا كل ده كنت بعمله كده بالحب، بشوف ايه الكابابيلتيز اللي انا اقدر اعملها، عشان لما اقول انا اقدر اعمل اي حاجه، فعليا اقدر اعمل اي حاجه. ويب سايت، سيستم كامل من اوله لاخره، مهما كان ايه في دماغك انا بقولها لك والله العظيم هطلعه لك في اقل من يومين 3، مهما كان. اوكي. ده بكل الحاجات الباقيه بقى اللي هي ليها دعوه بالبراندنج والبراند ايدنتيتي والكلام ده كله. انا عندي شركه تسويق اصلا، فلكش دعوه بيه، انا فاهمه اصلا، فانا هعمله لك احسن ما انت هتقول لي. فتمام، لو حد انترستد يبعت لي بقى.